اهلا بيكم في قناة Active Teacher. النهارده هتكلم على اطفال جريد 1. الطفل جريد 1 ده حصل نقطة تحول شوية في حياته، بالنسبة ان هو كان في مرحلة الكيجي وطلع على مرحلة جديدة فيها جرامر وفيها سنتنسز كبيرة وفيها اسئلة واجوبة. ازاي هتعامل مع ابني في المرحلة العمرية دي؟ اول حاجة لازم اكون ممهداله من قبلها في الاجازة اللي قبل ما يدخل جريد 1. لازم يكون على الاقل عنده خلفية ان هو يقرا سنتنسز مثلا اتليست، تمام؟ وما يمنعش ان انا اديله بعض التريك ووردز زي am is or و I'll go we know we to without we have. لازم يكون عنده خلفيه عن الحاجات دي. طيب فرضا انا ابني دخل جريد 1 وهو مش عنده اي خلفيه عن الحاجات دي، اتس اوكي. هشتغل معاه ازاي بقى في منهج جريد 1؟ النقطه الاولى ان انا لازم اهتمام كلي بحفظ الكلمات. مفيش حاجه ومفيش اوبشن قدامي غير ان انا احفظ ابني كلمات. الانجليش حصيله لغويه، ابني لو مش حافظ كلمات مش هيقدر اولا يقرا كويس، مش هيقدر لما يشوف كلمه قدامه انه يتعرف على معناها، مش هيقدر ان هو يقرا ويجاوب ويبقى الدنيا لطيفه معاه في الانجليش غير لو هو اوريدي حافظ كلمات. طيب بالنسبه لمنهج جريد 1 في كلمات كتير بيقول لك دي اورال، لا مش لازم الطفل يحفظها، زي كلمه جود باي، زي كلمه هالو، زي في كلمات كده مثلا يجي للمدرس ويقول لك لا هو يحفظ بس مثلا دول ودول لا. طب وانا ليه اعمل كده مع ابني؟ ليه ما يحفظش كل الكلمات؟ حفظ الكلمات ده مش هيقع عليه باي خساره، بالعكس هو اللي هيكون كسبان. لما يشوف الكلمه دي في اي مكان هيعرف يقراها، يعني لما يشوف الكلمه دي في اي باراجراف وات ايفر هيعرف يقراها. الانجليش كل ما بتبني لابنك حصيله لغويه كتيره كل ما ده بيفيده بعدين في الريدنج، في الرايتنج، في اللي هو بعدين بقى لما يبقى عنده how to write a paragraph. فحفظ الكلمات ده شيء لابد منه. طيب نيجي لنقطة ازاي ابني هيحفظ كلمات، ولو الكلمات كتيرة ولو الكلمات طويلة انا هحفظها لابني ازاي؟ طبعا في الاول في بداية التأسيس احنا كنا بنعلم الولاد انه مثلا لو كلمة فيها ماجيك اي فانا ليه نطقت كذا وليه حطيت كذا. طب هيجي بقى عنده كلمات زي هلو، زي جود باي، عنده حاجات كتير قوي ممكن يكون ما خدش الاساسيات بتاعتها في التأسيس. ابني هيحفظ الكلمة ازاي؟ اول حاجة انت هتقعدي تنطقي الكلمة قدام ابنك كتير، يعني كتير هنقعد ننطقها وهو باصص على الكلمة علشان يفهم يربط النطق بالكلمة دي النقطة الأولى. النقطة التانية إن أنا هحط له الكلمة دي في وسط كلمات كتير غريبة وأقول له أنا عايزة كلمة كذا، وإن هو يحاول يطلعها لي من وسط كلمات. النقطة التالتة بعمل معاه حاجة اسمها unscramble. معناها إيه؟ إني بحط له حروف ملخبطة لنفس الكلمة وأقول له يرتبها ويكون لي الكلمة. يعني مثلا هقول له unscramble the word مثلا goodbye، اوكي، وهعمل الحروف متلخبطه بالمنظر ده، كلمه goodbye في ورقه عادي جدا، وهقول له unscramble يعني هترتب لي الحروف وتكون لي كلمه. الموضوع ده اولا مفيد في حفظ الكلمات جدا، ثانيا هيبدا يعوده على ان ابدا ارتب. هنخش بعد كده على الري ارينج وان انا ارتب كلمات واكون جمله. يعني انا النقطه الاولى ان انا برتب حروف عشان اكون كلمه، اللي بعدها هرتب كلمات عشان اكون جمله. يعني انا كده ماشيه مع ابني ستيب باي ستيب. خلينا في نقطه الانسكرامبل للكلمه الواحده النهارده. زي كلمه جود باي انا بديله حروف ملخبطه واقول له كون لي كلمه جود باي. طبعا في البدايه في صعوبه. انا عايزه اقول لك في البدايه لو قدرتي كمان انك تكتبي له كلمه جود باي تقولي له غشها ونقولها بس هيتعود. هتقولي لي طب ما هو استفاد ايه؟ اتعود ان هو مش مشكله النهارده نقل الكلمه كامله ونقلها هنا، بكره هيفهم ان انا برتب الحروف علشان اعمل ايه؟ عشان اكون كلمه. دي يعني حاجه مجربه ولطيفه جدا. هو بيحس ان هو it looks like a puzzle، كانها بازل يعني وبيلعب، وفي نفس الوقت هو بيستفاد جدا في حفظ الكلمات. تمام، هبدا كده مع ابني في كل كلمه. هتبداي كده مع ابنك في كل كلمه. طيب هتلاقيه هو بعد كده بدا يلقط، اللي هو لا يا ماما انا مش محتاج ان انت تديني كلمات ملخبطه عشان اكون كلمه، انا اوريدي مع الوقت خلاص انا بدات اكون كلمه. فوانس ان هو خلاص عدى المرحله دي وحسيتي ان هي يعني مثلا طفل جريد 2 و 3 و 4 اكيد مش هقول لهم خدوا اعملوا انسكرامبل ونرتب الحروف ونكون كلمه. انا بعمل ده لطفل جريد 1 لان هو لسه بادئ في حفظ كلمات، وبالذات لو كلمات كبيره او طويله بالنسبه له. في كلمات طويله بتقابله فهو مش هيعرف يحفظها، فانا بضطر ان انا اعمل كده. تمام، دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه يعني طبعا النقطه الاولى اللي هي خلاص حفظ الكلمات، النقطه الثانيه ان انا لازم اعمل براكتس مع الولد كل يوم. البراكتس ده من خلال كذا حاجه، يا اما ريدنج ان انا امسك له البوك واقول له اقرا لي كلمه كذا، يعني اشاور له هو يقرا لي كلمات
ده reading، يا اما listening ان انا اشغله حاجه على قناه مثلا على اليوتيوب، او لو هو عنده CD على الكتاب بتاعه فهو بيعمل listening، يعني هو بيشوف الكلمه قدام عينه وفي نفس الوقت بيسمع النطق الصح بتاعها. الليسننج مهم جدا في المرحله العمريه دي بالذات عشان يتعود، لان طفلك زي ما بتعوديه في جريد 1 هيكمل معاكي بعدين. يبقى كده عملنا reading وعملنا listening. تالت حاجه بقى ان احنا بنعمل writing بيكون في شكل dictation، ان انا بقول لابني انا هعمل لك النهارده dictation يعني املاء، فهو بتدي لي ورقه وقلم فاضيين، بنقسم الصفحه، اكتب له كلمه word الكلمه، correction التصحيح بتاعها، ومثلا بنعملها بشكل ان انا مثلا لو ما غلطتش في النهارده هدي لك كذا، هكافئك، بحببه في الموضوع. طيب هنعمل الديكتيشن ازاي؟ هبدا اقرا له كلمات من اللي عليه في المنهج امليها له. مثلا write the word hello، هيكتب لي كلمه hello، استنى شويه مش هتصحح ولا هتكلم. write the word goodbye، write the word for example sit down، بعدها write the word stand up. طيب هتفق معاه اتفاق ان انت الكلمه اللي هيكون فيها غلطه هتنزل بيها، يعني هكتبها له في ورقه ويقعد يكررها ويحفظها. الكلمه اللي ما فيهاش غلطه فخلاص بنعملها سكيب وندخل على اللي بعدها. موضوع الديكتيشن ده هيحبب الطفل في حفظ الكلمات، هيحس ان هو بيخش معاكي كانه ديل، ان انا مثلا لو كسبت فهعمل كذا، لو مثلا كلمه فيها حرف كذا فهيحصل كذا، فالطفل هيكون حابب. هتلاقيه بعد كده هو بيقول لك انا عايز اعمل ديكتيشن، اعملي لي ديكتيشن دلوقتي. هو نفسه هيحب فكره الديكتيشن اللي هي الاملاء. الموضوع هيكون لطيف جدا معاه، يعني هو في البدايه يعني ايه ديكتيشن يا ماما، يعني هتحسي ان هو في متاخد شويه، بعد كده هيحب جدا الموضوع. طيب دلوقتي انا عندي منهج الترم مثلا وكلمات كتيره قوي، طب انا هقعد كل يوم اراجع مع ابني يعني من اول كلمه اخدها لحد ما اوصلها عشان اقعد اكرر معاه؟ لا طبعا، ولكن باخد له كلمات بشكل عشوائي. يعني النهارده خدت كلمتين من يونت 1 سمعهم لي، اوكي، وبرده شفنا لو فيها اخطاء بيقعد يكررها كتير ونسمعها تاني ونكرر ونعيد ونزيد في نفس الكلمه دي. بكره اديله مثلا 3 كلمات يتملاهم من يونت 2، بعده 3 كلمات من يونت 3. اخر الاسبوع بحاول على قد ما اقدر يبقى عندي يوم ان انا اجمع له كل الكلمات بتاعه الاسبوع او بتاعه من اول ما خدنا لحد ما وصلنا يسمعها لي. وهو يعني الطفل وانس ان هو خلاص حافظ، بدا بالنسبه له الموضوع يبقى سهل، فهيبقى بالنسبه له ان هو سهل جدا ان هو يقعد يسمع الكلمات، ما هو خلاص اوريدي حفظها. تمام. اي حد يقول لك الطفل في جريد 1 ما يحفظش كلمات يبقى ام سو سوري، ده مش هيفيد الطفل تماما. لازم يحفظ كلمات، ولازم حضرتك تبذلي معاه مجهود في البيت، حتى لو بياخد برايفت كورس، حتى لو في مدرسه انترناشونال، لازم يحفظ كلمات، ولازم الام تبذل مجهود مع ابنها في حفظ الكلمات. ولو الطفل ما حفظش كلمات في الانجليش هو كده مش بيساعدني انا كتيتشر ان انا اخش على المعلومه اللي بعدها. يعني هو لو مش حافظ كلمات انا ازاي هدخله في جرامر، وازاي هطالبه ان هو يقرا سنتنس، وازاي هطالبه ان هو يكتب لي باراجراف بعد كده؟ يعني لازم حفظ الكلمات. فلو عملنا الفكره دي ان شاء الله تكون مفيده جدا لطلبه جريد 1، وتابعوني علشان في افكار كتير ومواضيع كتير جدا خاصه بجريد 1. جود باي. ابني اللي في جريد 1 ان هو يبدا يعني انا اديله كويستشن فهو يبدا يحل لي عليه. يعني انا لما بديله سؤال يجاوب عليه. الحاجه دي موجوده اوريدي عندي في المنهج، وتاسيس مهم جدا، يعني دي رقم 1 في التاسيس بالنسبه لي جريد 1. لو انا بسال ابني مثلا بقول له are you hungry، انت جعان؟ فهو اوقات بيقول لي، يعني دايما في لخبطه عندنا اللي هو هقول is ولا اقول هي يا ماما ولا اقول I. احل المشكله دي ازاي مع ابني؟ اول حاجه لازم اكون معرفاه الحاجات اللي انا بسال بيها، مثلا كلمه sad، hungry جعان، thirsty، excited متحمس. كل الفوكاب دي لازم اوريدي يكون هو في الاول عارفها قبل ما اوجه له سؤال بالكلمه معينه موجوده في السؤال. هو لازم يكون عنده فكره عن الكلمات اللي موجوده في السؤال دي اصلا معناها ايه. تمام. فانا دلوقتي بسال ابني are you sad، انت حزين؟ are you sad؟ طيب ابني مش عارف هيرد يقول ايه، فانا لازم افهمه انه السؤال اللي بيبدا ب are you ليه اجابتين بس. دي بتبقى حاجه احنا حافظينها وبنحفظها لاولادنا بنفس الطريقه، بحيث ان هو في الامتحان اول ما يشوف are you السؤال بيبدا ب are you، لا دي قالت لي المس لما السؤال يبدا ب are you لازم فيه اجابتين، يا اما yes I am يا اما no I'm not، yes I am يا اما no I'm not.
لاني انا عندي مشاكل كتير في اسئله تانية كتير ليها طريقه تانية في الرد، فانا لازم احفظ الطفل. اي سؤال بيبدا ب are you ليه اجابتين. yes I am no I am not. yes I am لو انا تمام، no I am not لو انا مش تمام. تاني، اي سؤال بيبدا ب are you ليه اجابتين. yes I am no I am not. yes I am no I am not. اقولها له بشكل سونج، بشكل لعبه. اوكي، فدلوقتي are you sad؟ لو هو sad هيقول yes I am. لو هو مش sad هيقول لي no I am not. اوكي، دي نمبر 1. طيب لو انا دخلت بقى في السؤال وغيرت ومش بسأل على are you هل انت، لا انا بقول لك is he sad؟ is he sad وبشاور لك على صورة راجل او ولد، بقول لك is he sad. في الحالة دي انا ما قلتش are you. is he sad في الحالة دي في اجابتين، يا اما yes he is يا اما no he isn't. هي في السؤال لو موجودة هي في السؤال بنزل هي في الإجابة، موجودة شي في السؤال بنزل شي في الإجابة. طب لو موجودة يو في السؤال بنزلها اي في الإجابة. لازم أحفظ ابني السونج دي أو الطريقة دي، علشان بعد كده لما يشوف سؤال ما يبقاش مزعزع ومتلخبط ومش عارف هو يكتب اي ولا هي ولا شي. نعيد من الأول تاني. أي سؤال بيبدأ ب are you ليه إجابتين. yes I am no I am not. yes I am no I am not. أي سؤال في هي ينزل في الإجابة هي. أي سؤال في شي تنزل في الإجابة شي. أي سؤال في وي تنزل في الإجابة وي. كله بينزل زي ما هو، ما عدا لو عندي R في السؤال يو في السؤال بتنزل I في الإجابة. طيب is he sad وبشاور على ولد زعلان. is he sad؟ yes he is no he isn't. طيب لو شاورت على بنت وقلت لك is she sad يبقى يا اما yes she is يا اما no she isn't. اوكي، الموضوع ده في البداية هيكون فيه لخبطة شوية بالنسبة للولاد، لكن بعد كده يعني واحدة واحدة هتلاقي ان الطفل خلاص اتعود وفهم يعني الصورة بتكون معبرة عن ايه او هتكون الإجابة ايه. تمام، يبقى نقول تاني، اي حاجة بتبدأ، اي سؤال بيبدأ ب are you ليه إجابتين yes I am و no I am not. أي سؤال في هي بنزل في الإجابة هي. أي سؤال في شي بنزل في الإجابة شي. دي حاجات بسيطة جدا وهتساعد الولاد إن هم يبدأوا يحبوا الجرامر. أهم حاجة إن هم يحبوا الموضوع، لأن هم لو حبوا الموضوع هيبقى بالنسبة لهم زي اللعبة بعد كده، وهيكون سهلة الدراسة جدا بالنسبة لهم. استنوني في حلقات تانية كتير مع نصائح كتير جدا وحلقات كتير تخص جرامر جريد 1. Goodbye.